اسمع يا صاحبي، سقط العقل والمنطق، إذن سقط الدين واليقين بالله. وهذا الكلام لو طبقته بقانون الحياة تبعتنا حتكتشف إنه أي شخص بيفقد كل الكلام اللي حكيته هسه صار شخص خالي من الإنسانية والإحساس، بمعنى أصح صار حيوان على هيئة بشر. وهذا بالضبط اللي صار مع هذا الرجل لما قرر إنه يدخل بمجال السحر والشعوذة. لكن بعد أكثر من 25 سنة في هذا المجال قرر يتوب، لكن الجن والشياطين انتقموا منه أشد انتقام. مرحبا، كيفكم؟ شو أخباركم؟ طمنوني عنكم، كويسين يعني؟ فيديو اليوم مهم جدا وبيحكي عن الساحر التائب داوود محمد فرحات، وكيف كانت طريقة دخوله للسحر وكيف تعلم السحر أصلا، وأهم إشي بالموضوع إيش سبب توبته ورجوعه إلى الله عز وجل، وكيف انتقم منه الجن لما فكر إنه يرجع إلى الله عز وجل. فاحضر الفيديو للآخر عشان تفهم القصة كاملة. وهسا اعمل لايك واشترك بالقناة لأنه هذا الاشي بشجعني وبخليني أنزل فيديوهات أكثر. يلا قوم جهز مشروبك المفضل أو جهز أي شغلة تاكلها وانت بتحضر قصة اليوم. يلا نبدأ. داوود كان طفل عادي جدا وما بيعرف أي إشي عن الجن وعالمهم، لكن والده كان ساحر كبير جدا. والد داوود كبر بالعمر، يعني خلص الموت قرب عليه، وعشان هيك الجن قرر إنه يختار داوود عشان يكمل بطريق السحر اللي كان والده ماشي فيه. حاول الجن بكل الطرق إنه يمس داوود ويدخل جسمه بأي طريقة، لكن والد داوود كان دائما بيمنعهم، وكان بيحكي لهم أنا راح أعمل كل اللي بدكم إياه مقابل إنكم ما تقربوش على ابني الوحيد داوود. وفعلا ظل والد داوود يتودد ويذل حاله للجن ويخدمهم طول عمره. كبر داوود الطفل الصغير اللي كان عمره 5 سنين فقط، وصار شاب مراهق عمره 15 سنة، وبهذا العمر توفى والد داوود. لكن بعد وفاة والد داوود بدأ الجن انه يستغل داوود اشد استغلال، والجن صار يغري داوود بأجمل البنات، وكانوا هدول البنات بروحوا لداوود بالليل وباخدوه على مكان خالي تماما من البشر. وهناك طبعا يا عزيزي المشاهد انت عارف كويس داوود ايش كان بيعمل مع هدول البنات. البنات هدول مش من البشر بل انهم جن متشكلين بهيئة بنات جميلات. وبعد ما يخلص داوود من هاي الاشياء الوسخة اللي بيعملها معاهم بيرجع لبيته بالليل، وتعود داوود على اللي بيعمله. كان كل يوم يروح مع بنت جميلة على مكان بعيد عن البشر، وكان يعمل نفس اللي كان بيعمله. وهون عرف الجن انه يسيطر على داوود. بيوم من الايام خلص داوود من الاشياء اللي كان يعملها مع البنات بعيد عن البشر وراجع لبيته، لكن صار اشي غير متوقع ابدا. داوود شاف بالظلام جمل واقف لحاله، وهذا الجمل كان بيطلع على داوود بنظرات غريبة، وقرر داوود انه يركب هذا الجمل ويروح فيه لبيته. فعلا ركب داوود الجمل ومشي فيه لمسافة طويلة جدا، لكن المرعب انه هذا الجمل كان ماخذ داوود لمكان مظلم جدا داخل الغابة. وفجأة صار الجمل يعمل تصرفات غريبة ومرعبة جدا، وكان داوود يسمع صوت غريب جدا طالع من الجمل، ولما ركز سمع انه الجمل بيحكي له انت مفكرني جمل حقيقي؟ وداوود بدأ يلف وجهه يمين ويسار بده يعرف ايش مصدر هذا الصوت، لانه ما كانش متوقع ابدا انه الجمل هو مصدر هذا الصوت. وبالاخير اكتشف داوود انه هو اصلا مش راكب على جمل، لا بل هو راكب على جن، بس هذا الجن كان متشكل بهيئة جمل. من كثر الصدمة داوود وقع على الارض مغمى عليه. بس الغريب جدا انه لما داوود صحي من الاغماء كان عمره 18 سنة، يعني ضل 3 سنوات بغيبوبة تامة. ولما صحي بعد 3 سنوات كان متغير 360 درجة، وكانت حالته الصحية تعبان شوي، لكن هو بخير لانه الجن كانوا مهتمين فيه طول وقت اغمائه، لدرجة انهم كانوا بتجيبوا له الاكل لحد السرير عنده. وكان الجن بطعم داوود نوع من اللحم، لكن هذا اللحم ابشع مما تتخيل، لانه الجن بيجيبوا له هذا اللحم من الدواب الميتة. لكن للأسف داوود تعود انه ياكل هذا النوع من اللحم لدرجة انه ادمن عليه حرفيا، وصار بده يجرب انواع جديدة من اللحم. لحد بيوم من الايام الجن طلب من داوود ليش ما نجرب لحم بشري، والذ اللحوم البشرية لحم الاطفال. وراح داوود بيوم بالليل وهو مش عارف رايح وين، وضل داوود يمشي لحد ما وصل مدينة زبير. وداوود قعد بالمدينة هاي 3 ايام كاملين، وباليوم الثالث اجاله رجل عجوز متشكل بهيئة جن، وحكاله انه
لازم تتحرك من هاي المدينة وتروح على مدينة ثانية، وقال له انت لازم تروح على مدينة يفرس وتحديدا عند قبر ابن علوان. وهاي كانت اول مرحلة لتجهيز داوود عشان يصير ساحر كبير جدا ويورث كل اشي عن والده. وصل داوود عند القبر ولاحظ انه في ناس كثيرة جدا وكل الناس متجمعين حوالين القبر وبيعملوا طقوس غريبة، وكان واضح انهم بتقربوا فيها لابن علوان بدل من ربنا سبحانه وتعالى، وهذا الكلام يعتبر شرك بالله عز وجل. ضل داوود في المكان لمدة 15 يوم، وكان بيصلي مع الناس اللي بتصلي ويعمل نفس طقوسهم، لكن صلاتهم كانت غريبة جدا وقبلت صلاتهم باتجاه قبر ابن علوان، وكان واضح انهم بيعبدوه. بعد 15 يوم وصل جن لداوود متشكل بهيئة رجل، واعطى داوود مسبحة وخاتم وكتاب سحر، وقال له انت هسه صرت بتمتلك الجن زي والدك بالضبط، وراح تصير ساحر كبير وبتقدر تتحكم وتطلب من الجن، لكن في شرط واحد اللي هو انك تيجي كل سنة لنفس المكان وتذبح ذبيحة لغير الله. وداوود اخذ الاشياء اللي الرجل اعطاه اياها ورجع على بيته على طول. اول ما دخل بيته بدأ يبحث عن كتب السحر تبعت ابوه، لكن داوود كانت مخبية الكتب بعيد عنه تماما، لكن للأسف داوود استعان بالجن وقدر يوصل لهي الكتب. وظل داوود يدرس كويس جدا ويعرف كل الاشياء الموجودة بهي الكتب لحد ما صار ساحر كبير جدا وبدأ يعمل نفس اللي كان والده يعمله. لكن عشان الجن يسمعوا كلام داوود وينفذوا أوامره كان إلهم شروط خاصة، وهون بدأ الجن يتحكم بداوود ويحط شروطه. وكان الشرط الأول إنه داوود يشرك بالله عز وجل، وبدأ داوود يشرك بالله ويعبد الجن. وثاني شرط طلبوا الجن إنه داوود يجيب القرآن الكريم ويعمل عليه أفعال ما بقدر احكيها. وثالث شرط طلبوا الجن من داوود انه ما يخالط الناس المؤمنين بالله عز وجل، لكن كان مسموح لداوود انه يقعد بالجامع ويصلي، وهذا كله عشان الناس تنخدع بداوود ويقولوا انه داوود مؤمن بالله وبيصلي. طبعا داوود لما كان يدخل الجامع ما كان يدخل على طهارة زي باقي الناس، لا بل كان يدخل على نجاسة تامة، وهذا اهم شرط لدخول عالم الجن. لكن للأسف كان الجهل منتشر جدا بالقرية اللي فيها داوود، والناس فكروا انه داوود رجل عظيم وقادر انه يشفي الناس ويحل مشاكلهم، وقادر انه يجوز فلان ويطلق فلانة، وقادر انه يعمل اي اشي. كانت الناس على طول داخلة وخارجة من عند داوود، وكانوا يطلبوا منه شغلات وداوود بنفذها. كان داوود كل يوم يستعين بالجن مشان ينفذوا له طلباته ويبهر اهل قريته، لحد ما الناس عرفت داوود وصار مشهور بالقرية اللي هو فيها، وفكروا انه هو فعلا ولي من عند الله، وصاروا يروحوا لعند بيته مشان يسوي لهم اشياء معينة. طبعا كل ما واحد يطلب خدمة من داوود كان بيطلب منه بعض الاعمال اللي فيها شرك بالله. لما كان داوود يستحم كان بيستحم باشياء نجسة وقذرة جدا. لما كان يتوضا داوود كان يتوضا بماء غير طاهر، وفعلا كان يصلي بس ما كانش يصلي على اي طهارة ووضوء. وكل هذا عشان داوود يثبت لاهل قريته انه فعلا شخص مؤمن بالله، عشان اهل القرية ما يشكوا انه داوود خدعهم وهو ساحر ومشرك بالله. كان بيجيب مجموعة من السكاكين وكان يحط السكاكين هاي جوا بطنه، واول ما اهل القرية بيشوفوا انه السكاكين هاي بتدخل وبتطلع من بطن داوود بدون ما تأذيه بنصدموا جدا، بصيروا يحكوا هذا الشخص ربنا حافظه وحاميه. اكيد كلنا عارفين انه الشخص المؤمن الجن بخاف منه. وبيوم من الايام راح رجل لداوود وطلب منه انه يعمل له شغلة معينة، لكن هذا الرجل كان مؤمن بالله وايمانه قوي. اول ما بدأ داوود ينفذ هذا الطلب والرجل شاف حركاته وتأكد انه داوود مش شيخ بل هو ساحر كافر، وبدأ هذا الرجل انه يقرأ آية الكرسي بصوت عالي. مجرد ما سمع الجن اللي في المكان آية الكرسي كلهم اختفوا. وطلب هذا الرجل من داوود انه يجيب السكاكين ويعمل الحركة اللي هو مشهور فيها، وفعلا لما جاب داوود السكاكين وحطها ببطنه انصاب ونقلوه على طول على المستشفى. داوود كان على وجه الموت لولا انه الله عز وجل كتب له عمر جديد. ساعتها قرر داوود انه ينتقم من الرجل هذا اشد انتقام. ظل داوود اكثر من 3 سنين بيحاول يأذيه، لكن من قوة ايمان هذا الرجل بالله كل ما يروح الجن عنده عشان يأذيه ما بيقدر. لكن بعد اكثر من 25 سنة من اللي كان يعمله داوود اهان المصحف الكريم واشرك وكفر بالله وعمل اشياء محرمة خلته يطلع من الاسلام ويبعد عن الله عز وجل. قرر داوود انه يتوب ويرجع الى الله عز وجل.
وهاد بعد ما داوود قرر بيوم من الايام انه ينام، لكن شاف حلم غريب جدا. حلم داوود انه مات، وكانوا اهل قريته فرحانين جدا بوفاته، وكل الناس كانوا مبسوطين بوفاته، وكانوا يحكوا اخيرا خلصنا منه. لما دخلوه القبر ودفنوه على طول الملكين اجوله، وكانت اشكالهم مرعبة جدا ومخيفة، وبدأوا انهم يسألوه من هو ربك. طبعا داوود ما عرف انه يجاوب على هذا السؤال، فطلبوا منه الملكين انه يقوم ويصلي، لكن داوود حكى لهم انا مش طاهر. فراحوا الملكين وجابوا لداوود ماء ساخن جدا، وداوود بيحكي من كثر ما كانت هاي المي ساخنة بس لو قرب عليها كان راح يذوب. طبعا داوود خاف انه يقرب من هاي المي السخنة، وكمان كان خايف جدا انه يتوضى فيها. لكن فجأة طلعت ايد كبيرة من المي وحملت داوود ورمته جوا المي، وصرخ داوود صرخة قوية جدا، وعلى طول صحي مفزوع من النوم ومش مصدق الحلم اللي شافه. ساعتها كان خايف جدا من كثر الرعب. وبعد عدة محاولات وعناء كثير كبير رجع داوود للنوم مرة ثانية، وحلم بإشي مرعب جدا. حلم بوالده كان موجود بنفس المكان اللي كان موجود فيه داوود قبل شوي، لكنه نصح داوود وقال له اهرب يا ابني بسرعة وارجع لربنا بسرعة، صدقني يا داوود ما في إشي راح ينفعك بهاي الدنيا. وصحي داوود من النوم بعد ما شاف مصير والده، وقرر انه لازم يرجع الى الله حالا. حاول داوود بكل الطرق انه يرجع الى الله ويصلي، لكن كل ما يبدا صلاة كان بحس حاله انه متربط ومش قادر يتحرك. وضل داوود يحاول لحد ما قدر يصلي لاول مرة بحياته صلاة حقيقية بعد اكثر من 25 سنة من الدجل والشعوذة. لكن قرر الجن انه ما يترك داوود بحاله، وبدأوا انهم يغروا باجمل نساء الجن. لكن داوود كان مختار طريق ربنا وقرر يتوب ايش ما يصير. وقرر الجن انه ينتقم من داوود اشد انتقام. قتل الجن ابن داوود اللي كان عمره فقط 9 سنوات، وكانت زوجة داوود بهذا الوقت حامل. فراح الجن لداوود وحكاله ترجع لطريق السحر ولا ننتقم من مرتك ونقتلها هي واللي جوا بطنها. وزوجة داوود حكت له استمر بالاشي اللي انت قاعد بتعمله، واحتسب كل هذا عند ربنا، وما تخافش علي، حتى لو صار لي اي اشي ربنا راح يعوضنا بالجنة. فداوود قرر انه يسمع كلام زوجته ويظل مكمل بالطريق اللي هو فيه. اهم اشي انه ما يضعف ابدا. لحد بيوم من الايام الجن انتقم من زوجة داوود وقتلها، وداوود اصبح وحيد وما عنده اي حدا، وبيستنى اليوم اللي راح يكون فيه مع زوجته واولاده ان شاء الله بالجنة. والقصة هاي حكاها داوود بلقاء تلفزيوني تقريبا مدته 40 دقيقة، وحكى قصته كاملة بالتفصيل، وأنا حاولت إني ألخص هاي القصة بفيديو اليوم. تقديرا لتعبي بتقدر إنك تعمل لايك وتشترك بالقناة، تكتب لي تعليق هيك محفز يخليني أستمر وأنزل فيديوهات أكثر. بس أتمنى إنه فيديو اليوم عجبكم. حبايب قلبي بلقاكم في فيديو جديد. سلام.